في واحدة من مباريات الإعداد لدوري أبطال أفريقيا الزمالك بيفوز على المقاولين 2-1. استنوا لما أقولها تاني كده. الزمالك يفوز على المقاولين. فاز الزمالك على المقاولين. الزمالك فاز على المقاولين. والله حلوة الجملة وليها وحشة كمان. عشان كلامنا يبقى واضح، الراجل بدأ مع الفريق من تحت الصفر، واللي بيعمله دلوقتي إنه بيحاول يوصل للصفر عشان يبدأ يبني على نظافة. ده لو لحق وسابوه في حاله. إناسيو بغض النظر مين مصاب ومين موقوف ومين مش متابع بيلعب 4-2-3-1 فتح كلام يعني. ممكن في اخر الماتش لو ربنا كرمه ومتقدم بيغيرها ل 4-3-2-1 عشان يقفل الملعب ويحافظ على النتيجه. الزمالك بيبدا ب6 تغييرات عن تشكيل مباراه الاسماعيلي. الشناوي، علي جبر، الونش في القلب، على يمينهم اسامه ابراهيم وعلى شمالهم محمد ناصف، قصادهم ابراهيم صلاح ودونجا. هجوميا ستانلي بروحين في اليمين، ايمن حفني في القلب، رفعت في الشمال، تحت حسبي الله ونعم الوكيل مايوكا. مبدئيا من النظره الاولى للتحركات في الملعب هتكتشف ان في كلام متقال وفي محاولات لتنفيذه، مسانده هجوميه من الاطراف اسامه وناصف، بس الصراحه مسانده شكليه بدون فاعليه، لان الباكين ما عملوش غير اوفر واحد من اسامه طول الشوط الاول، والاوفرلاب مع الوينجين كان ضعيف جدا وما بيكملش البطء التحرك واستمرار زياده الاوزان. ستانلي حرفيا كان بروحين، في الحاله الدفاعيه وبدايه الهجمه بتلاقيه وينج يمين، وبطلوع اسامه للمسانده بيضم على مايوكا كراس حربه تاني نظريا، انما على ارض الواقع راس حربه وحيد عشان مايوكا يعتبر ما جاش من الفندق اصلا. ضربه الجزاء اللي اتحسبت للزمالك كانت لصالح ستانلي راس الحربه، والصراحه جت في وقت ما كانش فيه اي امل الزمالك يوصل للجون غير صدفه، لان الجزء الهجومي للزمالك انتاجه في منتهى البؤس، وحرفيا الشوط كله بلا فرصه خطيره، اللي اذا اعتبرنا رفعه اسامه او شوطه ايمن حفني فرص. حتى ضربه الجزاء مش جمله، اوفر من ورا، محمد شوقي غريب نط على ستانلي، كتر خيره عشان احمد رفعت يسجل ويفتح الماتش. ايه ده؟ بلانتي بيتحسب وبيتسجل عادي كده؟ امنت بالله. عموما المباراه دي اثبتت ان على ارض الواقع الزمالك لا يمتلك راس حربه حقيقي الا حسام باولو، غير كده الاخ والباشمهندس والحاج الثلاثه ما يتخيروش عن بعض. الشوط الاول بينتهي ولولا ضربه الجزاء اتحدى واحد فيكم لو افتكر فيه اي حاجه. الشوط الثاني في حركه عن الشوط الاول عشان المقاولين قرر يحاول، فبدانا نشوف ابراهيم صلاح ودونجا لان بدا يبقى في ضغط عليهم في نص الملعب. وبالمناسبه المقاولين هو اول فريق الزمالك يقابله من اول الموسم ما يبداش الماتش بضغط عالي على مدافعين الزمالك، وقرر يلعب دفاع منطقه في نص ملعبه عشان يضيق المساحات على الزمالك ويزهق المهاجمين ويزهقنا في عيشتنا. وضربه الجزاء وتقدم الزمالك هو اللي فركش الليله دي في الشوط الثاني. الشوط الثاني كله على بعضه كده ما فيهوش غير لقطتين بجونين لكل فريق، غير كده الفريقين كانهم بيهاجموا وكانهم عاوزين يسجلوا، بس الكوره ما تنفعش فيها النيات الطيبه. لو ما عندكش ادوات لتنفيذ فكر المدير الفني الهجومي بيطلع الشوط زي ما شفته كده بالظبط. اللقطه الاولى في الشوط ده هو جون المقاولين اللي ارتكب فيه فريق الزمالك بالكامل الجريمه الكامله ومحضر في الاسم وش. كورنر للزمالك، 9 من لعيبه الزمالك طالعين، ايه الداعي للاندفاع ده؟ والزمالك متقدم اصلا، ومع طلوع العدد ده كله اترفعت الكره على القريبه ولا واحد قطع على القريبه، واتقطعت وراحت لطارق حامد اللي عمل ميس باص، كان ممكن يعمل فاول تكتيكي لتعطيل الهجمه ما عملش. وتضامنا مع طارق ابراهيم صلاح برضه ما عملش فاول، وتضامنا مع طارق وابراهيم ايمن حفني برضه ما عملش فاول، وتضامنا مع طارق وابراهيم وايمن اسامه ابراهيم برضه ما عملش فاول، وتضامنا مع طارق وابراهيم وايمن واسامه ناصف اخر واحد في الملعب ما عملش فاول ولا حتى ضغط. ومحمد فاروق في كل مرحله كان منتظر الفاول لكن مفيش، فكان مضطر بعد ما وصل لحضن الشناوي اللي طلع ووقف في نص منطقه الجزاء من غير اي لازمه انه يجيب التعادل. كميه غلطات في جون واحد لو اتوزعت على كل فرق الدوري هيكون نصيب كل فرقه فيهم تلبس جون واحد على الاقل، وده اقل واجب. بس اللقطه الثانيه في الشوط ده كانت من نوادر الزمالك اللي ما بتحصلش كتير، انه يعمل كامباك في دقيقه ويتقدم تاني بالهجمه الوحيده المنظمه في المباراه. لونج باس من طارق حامد لاسامه ابراهيم اللي عمل اوفر من لمسه واحده لستانلي اللي جاي من تحت من غير رقابه عشان يجيب جون تاني. فرحته نست الجمهور المصيبه السوداء اللي حصلت من دقيقه. ودي من مميزات جمهور الزمالك اللي دايما لعيبه الزمالك على مر العصور بيعتمدوا عليه، انه بينسى بسرعه. بعد الجون قرر إناسيو يقفل نص الملعب ويحول الطريقه ل 4-3-2-1 بنزول ريكو ديفندر ثالث مكان ايمن حفني سابقا.
وبيحاول الزمالك يحافظ على النتيجه ومحاوله خطف جون ثالث، بس ده طبعا ضد مبادئ الزمالك الموسم ده. وبيحاول المقاولين يتعادل تاني، بس محمود حمدي الونش قرر ان الكلام ده مش هيحصل. فعلا محاولات المقاولين الهجوميه فشل معظمها طول المباراه بقرار من محمود حمدي. ملاحظتين في السريع: ايناسيو عمل اول تغييرين بخروج رفعت احسن لاعب في الشوط الاول ونزول مصطفى فتحي سابقا، وخروج دونجا احسن لاعب في الشوط الثاني لغايه ما خرج لحساب طارق حامد. بس لو قلنا ان الراجل بيجرب وعاوز يشوف كل الناس تعدي، انما افتكاسات من النوع ده في افريقيا، الناس اللطاف الظراف اللي عايشين دور الحكمه ويسيبوه يشتغل والجو ده، فجاه الناس دي هتزعل وهتجيب ناس تزعل. الملاحظه الثانيه ان الونش وللمباراه الثانيه على التوالي هو نجم المباراه الاوحد، ودي علامه يا مارد ان الزمالك لسه بعافيه وربك اللي بيستر.